فيلم ذا كيلر، فيلم جديد على نتفليكس لمخرج انا بحبه، ديفيد فينشر، اللي عمل 7، ذا جيم، فايت كلاب، زودياك، ذا سوشيال نتورك، جون جيرل، من بطولة مايكل فاسبندر. فيلم اكشن تشويق مقتبس من جرافيك نوفل فرنسية بنفس الاسم، واخد تصنيف ار ريتد، مليان عنف ودموية. فيلم دارك جدا، وبتدور احداثه عن ذا كيلر او القاتل اللي بيعمل دوره مايكل فاسبندر، شخص شغلته بيقتل الناس في مقابل الفلوس. القاتل ما عندوش اي مشاعر او تعاطف، ومن هنا بتحصل سلسلة من القتل الاحترافي وعمليات الاغتيال والتصفية المباشرة. فهل القاتل هيفضل مستمر في شغله، وايه التحديات اللي ممكن يواجهها؟ شفنا الستايل ده كتير. اول حاجة جت في بالي طبعا فيلم درايف، اللي كان من بطولة رايان جوسلينج، شخصية واحد قاتل بيقتل بدم بارد، كئيب ومظلم وصامت وقامت طول الوقت. بحب جدا ستايل ديفيد فينشر في الاخراج، افلامه دارك جدا، واقعية لاقصى درجة، ما فيهاش اي هزار، كلها افلام ريتد ار مليانه دم وعنف. والفكره ان مخرج بيحب جدا يستكشف طبيعه البشر، طريقه تفكيرهم، سلوكياتهم. افلامه كلها عباره عن شخصيات بنتامل فيها، بنتامل الخير والشر والمشاعر والصفات والافكار والرغبات. دايما بيحب يدخلنا في اعماق الشخصيه عشان يورينا قد ايه البشر دول حفنة من روث البقر. عجبني جدا اداء مايكل فاسبندر في الفيلم ده، عامل شخصيه غامضه جدا، بارد تماما، ما عندوش اي ذرة انسانية، تعبيرات وشه مطفية، وفعلا عامل اداء رهيب، بيفكرني بادائه في فيلم شيم. في تشابهات كتير اصلا بين الفيلم ده وفيلم شيم، الفيلمين بتدور احداثهم من منظور شخصية واحدة، بندخل جامد في اعماق تفكيره. الفيلمين نفس الستايل تقريبا، صورة سينمائية مبهرة، دارك جدا، في فايبس كئيبة هادية لشوارع المدينة بالليل، اضواء خافتة جدا. في ناس كتير ومن ضمنهم انا الحقيقه مهووسين جدا بالاجواء دي، ناس كئيبه بيحب الهدوء. برضه الفيلم ده بيفكرني شويه بفيلم هير، صوره سينمائيه خلابه لشوارع لوس انجلوس، وبرضه الاحداث بتدور من منظور ضيق جدا اللي هو دماغ الشخصيه الرئيسيه بتاعتنا. كمان بفتكر فيلم جوكر، صوره سينمائيه ممتازه للمدينه وشوارعها بالليل، ونفس الطريقه بنحكي الاحداث عادي جدا ولكن من منظور الشخصيه الاساسيه بتاعتنا، عشان ده هو الهدف اساسا. احنا مش بنشوف الاحداث نفسها قد ما بنشوف تأثير الاحداث دي على الشخصية بتاعتنا. وبرضه لازم نفتكر فيلم تاكسي درايفر، شوارع نيويورك بالليل وما زلنا محبوسين داخل هذا المنظور الضيق بتاع شخصيتنا طول الفيلم، ما بنطلعش منه. ازاي بتحقق الستايل ده بسهولة جدا؟ عن طريق الكلوز اب شوتس او اللقطات التقريبيه. المخرج بيقرب جامد جدا من وش البطل بتاعنا، تقريبا الكاميرا طول الوقت لازقه في دماغه هي الوحيده اللي ان فوكس، وكل الحاجات اللي حواليه اوت اوف فوكس، بلوري تماما، مفيش اي حاجه منها باينه. دايما بيكون في حاجه مثيره للاهتمام جدا بخصوص النوعيه دي من الافلام. الستايل ده في الاخراج بيخلي المشاهد يكون علاقه قويه جدا بينه وبين البطل اللي بتدور من منظور الاحداث، لان المخرج حرفيا حطك مكانه بشكل مباشر. ولكن الكلوز اب شوتس دي وقربك للشخصيه ده مش كفايه، لازم الشخصيه تكون مكتوبه كويس، لازم يكون فيها ديناميكيه، في تطور في الشخصيه بمرور الوقت، عشان فعلا انت كمشاهد تبدا تتعاطف معاها. للاسف ده مش موجود في الفيلم بتاعنا. مايكل فاسبندر عامل اداء ممتاز، ولكن عامل دور شخص ما عندوش اي تعاطف على الاطلاق. هو مجرد واحد بيروح اماكن عشان يموت ناس، وبعدين بيروح اماكن تانية عشان يموت ناس تانية. مفيش اي تطور في شخصيته في بداية الفيلم هي نفسها شخصيته في نهاية الفيلم، وده بيخليها شخصية محبطة جدا، شخصية مملة، شخصية انا مش قادر اتعاطف معاها، مش قادر احس انها كاريزما مثلا او متخيل نفسي مكانه. ديفيد فينشر المرة دي عامل لنا شخصية مجردة تماما من الشخصية، يعني شخصية بلا اي شخصية. انت طول الفيلم بتشوف واحد بيعمل سلسلة من القتل والتصفيات وبياخد فلوس وبس، شكرا على كده. بصراحة ده مخلي الفيلم بالنسبة لي ممل اكيد، ما حسيتش باي مشاعر وانا بتفرج. فيلم خالي تماما من المشاعر. متفاهم انه ده هدفه اصلا، هو ده اللي الفيلم عاوز يعمله، ولكن ما اظنش ان دي افضل فكرة فيلم في التاريخ يعني. ولكن مع ذلك انصح بمشاهدته بصراحة. صورة سينمائية ممتازة، اداء تمثيلي كالعادة ممتاز من مايكل فاسبندر، والفيلم عموما مناسب جدا للناس اللي بتحب الاجواء دي. فيلم هيخليك تسترخي وتنام. فيلم ذا كيلر تقييمي ليه 6 من 10. وبس كده، دي كل حاجة عندي الفيديو ده. ما تنساش تعمل لايك واشترك في القناة وفعل زر التنبيهات، واشوفكم في الفيديو اللي بعده. سلام.